السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم كيكة رائعة جدا، كتجي لذيذة بزاف، طبقة مقرمشة لذيذة ما تشبعوش منها، بدون دقيق أبيض، بيضة واحدة ودغيا كتوجد. والأهم من هذا أنها كتجي رائعة رائعة ولذيذة بزاف وناجحة. فما نطولش عليكم، نبداو الوصفه ديالنا. بسم الله على بركه الله. هنا في اناء وضعت قبصه ملح، بيضه كامله تكون بدرجه حراره المطبخ، كيس من سكر فاني، ونصف كاس من سكر سنيده. فهنا غادي ندمج المكونات جميع حتى كيندمجوا مع بعض وكيتفتح لنا لون البيض وكيتقال نوعا ما على هذا الشكل هذا. فهنا غادي نضيف نصف كأس من الزيت، أي زيت المائدة أو زيت نباتية. فغادي ندمج الزيت جيدا، ممكن تضيفوه بالتدريج وممكن تضيفوه دفعة واحدة، غير هي خصنا نخلطوا الخليط ديالنا جيدا حتى ما كيبقاش الزيت معزول على الخليط على هذا الشكل هذا. وهنا غادي نضيف علبة من الياغورت بنكهة الكراميل. هاد الياغورت هذا كيعطي مذاق زوين وكيعطي حتى اللون الكيك. كندمج الياغورت جيدا، ممكن تضيفوا اي ياغورت كتفضلوه، ولكن هذا الياغورت بالخصوص كيجي رائع في الكيك. هنا ضفت نصف كأس من الحليب، فغادي ندمج الحليب جيدا. اي مكون ضفناه كنخلطوه مزيان. صافي هنا من بعد ما خلطت جميع المكونات فغادي نضيف دقيق الفينو. عندي 2 كؤوس من دقيق الفينو، اي دقيق القمح الصلب او السميد الناعم جدا. لاحظوا معايا هنا كنوريه لكم عن قرب. صافي هنا ضفت الكاس الاول، غادي نخلط الكاس الاول جيدا حتى ما يبقاوش ليا حبيبات الدقيق. صافي هنا من بعد ما خلطت الدفعه الاولى غادي نضيف الدفعه الثانيه واللي هي الكاس الثاني، وغادي نضيف كيس من خميرات الحلوى من فئه 8 غرام. كنخلط المكونات جميع حتى ما كيبقاوش ليا حبيبات الخميره او لا حبيبات الدقيق. كنحاولوا ما امكن نهبطوا الجوانب ونخلطوا باش يندمجوا ليا جميع المكونات وكيكون هذا هو القوام ديال الخليط. لاحظوا معايا هنا في اخر مرحله غادي نضيف ملعقه من الخل، ممكن تعوضوها بملعقه من عصير الليمون الحامض، وكنخلطوا هذا الخل جيدا مع الخليط على هذا الشكل هذا. هذا الكيك هذا كيجي رائع جدا بمذاق لذيذ وكيجي هائل. فصافي هنا كيكون هذا هو القوام. غادي ننزل الاناء جانبا، وهنا خديت المول اللي غادي نطيب فيه الكيك، فكندهنوه بالزبده وكنرشوه بدقيق الفينو ايضا. صافي كنوزع هاد دقيق الفينو على المول حتى كيتلبس ليا المول بدقيق الفينو. من بعد غادي نحيد الفائض وعاد غادي نصب الخليط. وقبل ما نصب الخليط كنخلطو تخليطه خفيفه. في هاد الاثناء اللي كنكونوا دهنا المول بالزبده الخليط ديالنا كيكون تشرب. لاحظوا معايا هنا من بعد ما جمعت الجوانب كيكون هذا هو القوام ديال الخليط من بعد ما تشرب. صافي مباشره غادي نصبو في المول على هذا الشكل هذا. لاحظوا معايا اللون ديال الخليط كيجي هائل جدا وحتى القوام كيجي رائع. صافي من بعد ما نزلت الخليط ديال الكيك في المول كنحاولوا ما امكن نساويو الوجه على هذا الشكل هذا وكننزلوا المول جانبا. وهنا غادي ندوز باش نحضر الطبقه المقرمشه اللي كتكون من 2 تفاحات اللي سبق ليا غسلتهم جيدا وحيت لهم القشره، وكندوزوهم في الحكاكه في الجهه الغليظه على هذا الشكل هذا. كنحاولوا ما امكن غير نهبطوا اليد ديالنا ما نطلعوهاش هكذا باش ما يطلقش لينا الماء، وباش نحصلوا على يعني خيوط بهذا الشكل هذا، يعني ما يجيناش محكوك رقيق. صافي من بعد كندير ليه عصير الليمون الحامض هكذا باش ما يكحلش لينا التفاح، وكنخلطوه مزيان مع هذا العصير ديال الليمون. من بعد كنضيف ملعقه كبيره من السكر ونصف ملعقه صغيره من القرفه،
وهنا غادي نضيف كذلك المكسرات. عندي العنب المجفف، الكركاع، لوز ايفيلي، كاوكاو اولا الفول السوداني. هنا بالنسبه للوز ايفيلي وكاوكاو راهم محمرين شويه. وهنا ممكن تضيفوا اي نوع من المكسرات عندكم متوفرين، ممكن تضيفوهم، راه كيجيو روعه في هذا الكيك. صافي هنا ضفت الكل وغادي نخلط جميع المكونات حتى كيتلبسوا ليا بالسكر والقرفه. صافي هنا من بعد ما خلط الكل جيدا غادي نوزع هاد الطبقه هذه فوق الخليط ديال الكيك، غير هي نوزعوها بالتساوي على هذا الشكل هذا. كيك كيجي رائع رائع بمعنى الكلمه، كيجي بمذاق لذيذ بزاف، يعني هائل. غير جربوه، انا متاكده غادي ينال الاعجاب ديالكم. صافي هنا من بعد ما وزعت ديك الطبقه زدت القليل من لوز ايفيلي وغادي نزيد قطع من الشكلاط. ممكن ديروا حبيبات شكلاط، انا ضفت غير قطع من الشكلاط، كان عندي شكلاط بشكل طولي قطعته قطع صغيره. صافي دابا شعلت الفرن، غادي ندخل المول على 180 درجه، كنخليوه حتى كيتحمر، عاد كنخرجوه. خدا معايا 40 دقيقه وكيكون هذا هو الشكل ديال الكيك اللي حضرت معكم. صافي هنا من بعد ما طاب خرجته. المهم انا خليته برد غير واحد شويه، نتوما خليوه حتى يبرد تماما، عاد تزيدوا هاد اللمسه هذه الاخيره. كيف ما كتلاحظوا معايا كنزيد خطوط من الكراميل، يعني هاد الكراميل هذا كيزيد يعزز النكهه في الكيك، بما اننا حضرنا الكيك بياغورت بنكهه الكراميل، وكنزيدوا الكراميل من الفوق كيجي غني بهذا المذاق ديال الكراميل، كيجي رائع جدا. صافي هنا كيف ما كتلاحظوا معايا نتوما لا خليتوا الكيك حتى برد راه ما غاديش يسيح معكم الكراميل، غيبقاو خطوط باينه. انا راه بما انه الكيك سخون يعني الكراميل راه ساح. صافي هنا لمصداقيه الوصفه غادي نقطع معكم طريف، وكيكون هذا هو الشكل ديال الكيك من الداخل. كيجي رائع جدا، خفيف اسفنجي، كيجي هائل بمعنى الكلمه. كيك راه كيستحق التجربه. هنا غادي نوريه لكم عن قرب كيف ما كتشاهدوا معايا، كيك رائع بمعنى الكلمه، غير جربوه، انا متاكده غادي ينال الاعجاب ديالكم، فكيستحق منكم التجربه. فكان هذا هو الكيك اللي حضرت معكم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وكنتمنى تجربوه وينجح معكم. فحتى لهنا اخواني اخواتي كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنشكركم على حسن المتابعه، على التشجيع ديالكم المستمر. فغادي نودعكم نقول لكم السلام عليكم، الى فيديو قادم مع وصفه جديده ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.